أهلا بكم. أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة من حكاياتنا المستخبية. حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. أصعب حاجة لما حد يلوي دراعك. لوي الدراع يعني ايه كلمة يلوي دراعي؟ يعني بيستغل نقطة ضعفي. أصعب حاجة لما واحد يعرف نقطة ضعفك ويدوس عليها. بيفكروني باللاعب الكبير محمد رشوان بتاع الجودو، لعبة الجودو الجميلة دي، وهو بيلعب مع بطل عالمي وكان عارف نقطة ضعف الخصم رجله ومرضيش يستغلها. بس مش كل اللعيبة بالأخلاق دي، مش كل الأبطال بالأخلاق دي. في ناس يقول لك اعرف نقطة عدوك واشتغل عليها، اللي هي الخصومة اللي مش شريفة. لأن ممكن أكون في بيني وبين واحد مشاكل وخصومة، بس نحارب بعضينا، بس ما نستغلش نقاط ضعف بعضينا ونذل بعضينا. خلي المنافسة شريفة. يعني 2 موظفين في الشغل بيتسابقوا على ترقية، المفروض أنا يبقى المنافسة شريفة، مش هقعد أطلع إشاعات وأوقع بينه وبين الرئيس بتاعه علشان أكسب على حسها نقاط ليا. دي تبقى خصومة صراحة مش كويسة. ده يمكن بين الأصدقاء، ده بين الراجل ومراته. الراجل ومراته ينفع إن الراجل يلوي دراع مراته بنقطة ضعفها؟ يعايرها إن أبوها في السجن مثلا، أو إن أبوها مديون، أو إن في ناس بيخبطوا عليهم علشان عايزين فلوس كانوا أبوها مستلفها منهم، أو أمها كانت مستلفة من الجيران، فيقعد يذلها ويكسر عينها. ياللي الديانة بيجيلكم البيت، ياللي أمك سالفة فلوس من ورا أبوكي، ياللي أبوك الناس بتروح له هناك بيخبطوا عليه عايزين فلوسهم، ياللي أبوك نصاب. عيب 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 إن الواحد يعرف نقطة الضعف عند مراته ويلوي دراعها، وعيب إن الزوجة تعرف نقطة ضعف في جوزها وتلوي دراعه. عيب. النهاردة معانا الأستاذ عاطف بيفضفض معانا، بيحكي معانا، وبيحكي إزاي مراته شريكة حياته اللي جايب منها 3 بنات لوت دراعه واستغلت نقطة ضعفه. بيقول، وهنسمعه دلوقتي، ما كنتش متوقع كده. زعلان مقهور مش مصدق ان مراته تعمل معاه كده. ما الخبطة لما تيجي من الغريب متوقع ما يعرفنيش، لكن الخبطة لما تيجي من القريب بتوجع، بتكسر، ده بتقتل وتموت. عشان كده المثل اللي بيترجم الموضوع ده بيقول لك ايه؟ احذر من عدوك مرة، واحذر من زوجتك ومن اقرب الناس ليك 1,000,000 مرة. على كل تعال نسمع الاستاذ عاطف ونسمع حكايته ونقيم تجربته ونكتب رأينا في الكومنتات. يلا بينا، يلا. السلام عليكم، انا اسمي عاطف. موظف إداري، موظف باخد مرتب على قد حالي زي ناس كتير، متجوز وعندي 3 بنات. الدنيا غلا والعيشة صعبة، لكن الحمد لله دايما بقول أحسن من غيري. عمري ما بصيت لفوق، طول عمري ببص للي أقل مني. الواحد لما يبص للي أقل منه بيشكر وبيحمد وبيقول فضل ربنا عليا كبير، فضل ربنا عليا كتير.
لكن لما ابص فوق عمري ما بشكر، لان بلقى ان في ناس عايشين حياة غير الحياة، متنعمين رفاهية غير عادية. فعمري ما بصيت لفوق، دايما ابص على اقل مني. دايما ببوس ايدي وش وظهر، الحمد لله رب العالمين، ده انا احسن من غيري كتير، شاكر وحامد. مراتي جوازتها جواز تقليدي، انسانة طيبة واهلها ناس طيبين، بأمانة الله ما شفتش منها غير كل خير. لكن مع زنقة الدنيا ودخول المدارس ومصاريف الأولاد والدروس والمواصلات والكهرباء والمية والغاز الطبيعي، هم كتير. كنت كل ما اتزنق أقول لها هات بحاجة، أخد خاتم أبيعه نمشي أمورنا، أخد غوشة أبيعها. ما هو الدهب يا جماعة مش فك زنقة. موسم الدراسة ده 3 بنات، واللي بيقول التعليم مجاني هقول له تعليم اللي مجاني. كل حاجة بقت بالفلوس دلوقتي، كل ورقة بتطلعها بفلوس، كل ورقة بتروح تقدمها بفلوس. مفيش حاجة دلوقتي ببلاش. كلمة التعليم كالماء والهواء ده يعني كالماء والهواء بضرورته، لكن لازم أن تدفع تكلفته، وتكلفته غالية. والمدارس ما بتعلمش، واللي يقول لي المدارس بتعلم هقول له تعالى وريني. المدرسة احنا بنروح عشان الحضور والانصراف، لكن اللي بيعلم المدرس اللي بيجي لك في البيت، اللي بياخد فلوس عشان يعلم لك ولادك ويفهمه. لكن المدرسة الفصل اللي فيه 50 ولا 40 ده يفهموا ايه؟ المهم دهب مراتي حتة ورا التانية، وهو ما كانش كتير بس كان بيفك زنقة. ومراتي عمرها ما قالت لا، بأمانة الله عمرها ما قالت لا، لأنها كانت دارية وشايفة وعارفة ما باليد حيل. المرتب والله العظيم باخده كده، خدي عامل زي العيال الصغير، خدي يا ماي ولما احتاج منك ابقى اخد، زي العيال. انا نازل اديني مصاريف، تديني المصروف، هي تديني المصروف. ما انا بعمل كده ليه؟ لان عارف المرتب مش هيكفي، وبتكسف لما يجي اخر الشهر تقول لي هات وانا معيش. لما اديها المرتب كله خلاص هي بقى ترتب نفسها وتقضي نفسها وتكفي، علشان ما تحركش اخر الشهر قبل الشهر ب10 ايام ولا بتاع تقول لي هات، اقول لها ما فيش كده، واقول لها ما اعطيك المرتب، ما انا اعطيك المرتب كله، هجيب منين؟ كفي نفسك على قد المرتب. وبرمي الكرة في ملعبها، وهي طول عمرها مدبرة. ولادي نقطة ضعفي، ولادي نقطة ضعفي، هم حياتي، ال3 بنات حياتي. انا اروح البيت الساعة 3 ما اخرجش، مش بخرج ما بخرجش مش عشان مصاريف ولا اقعد على كافيه ولا اشرب حاجة، لا، ما بخرجش عشان اقعد مع بناتي، ابقى قاعد كده ابص لهم امل عينيا منهم، اللي بتذاكر، اللي بتلعب معايا، اللي قاعدة في حجر امها، احب ابص عليهم كده، بروي عينيا بجمالهم، بروي عينيا بضحكتهم، بروي عينيا بهزارهم. اجمل متعة تشوف ولادك وهم حواليك كده بيتنططوا وبيتشاقوا. اقعد اتفرج كده واحط ايدي، يا سلام لما يكبروا قدامي واشوفهم عرايس. هم دول سر حياتي. حتة ولد وبنت مش في دماغي، ده انا عندي ال3 بنات والله في سماه، ما عايز من الدنيا حاجة غيرهم، ولا دي وبنت ايه. كانت مراتي تقول لي مش عايز ولد، اقول لها لا مش عايز، 3 بنات بالدنيا، احنا قادرين على دول الحمد لله. لكن مع العيشة والظروف الصعبة مش كل ست بتستحمل، كل ست ولها طاقة برضو.
أنا عازر مراتي، استحملت كتير، والعيال كل ما بتكبر مصاريفها بتزيد، والبنات بالذات كل ما بتكبر البنات مصاريفهم بتزيد وطلباتهم بتكتر، والدنيا بقت غلا غلا غلا. مراتي لما بديها المرتب تقول لي لا انا ماليش فيه، انا ما اعرفش امشي اموري بالكلام ده. كان زمان ممكن، دلوقتي في الغلا تعالى شوف فاتوره الكهرباء قد ايه، تعالى شوف المي، تعالى شوف الغاز الطبيعي. طب انا اقول لها هتصرف، تقول لي هتصرف اعمل ايه؟ ما بقتش قادره. خلافاتنا كلها دلوقتي بقت على الفلوس. انا عارف ان الفلوس مش مكفيه، بس انا اعمل ايه؟ اللي في ايدي اعمله. انا ما ينفعش اروح امرمط نفسي بعد الساعة 3-4 انزل اشتغل ايه بس؟ طيب اللي يقول لي اشتغل على توك توك، انا في سن ده اشتغل على توك توك؟ ما اعرفش. وفي نفس الوقت انا عندي 3 بنات يعني زي بعض، وهي شغلة شريفة، لكن لما يجي حد بكرة وبعده يتقدم لبنتي ويسألوا علي يقولوا ابوها كان شغال على توك توك، هي شغلة شريفة، انا اسف والله حقكم عليا اللي سامعيني، والله ما قصدي حاجة، شغلة شريفة وشغلة بتجيب قرش، بس انا مش هشتغل على توك توك عندي، ده انا هاخد توك توك بتاع واحد اشتغل عليه باليومية، اخد 100 جنيه في اليوم، اشتغل وردية في الليل. لكن انا ببص ان انا عندي 3 بنات، والله العظيم لو عندي ولاد ما كان همني، انا بس عشان البنت لما يجي لها بكره وبعده عريس ما يقولش ابوها كان شغال على توك توك. مع احترامي وحقكم عليا، بس انا بقول لكم اللي انا بفكر فيه. المهم زادت الخلافات بيني وبين مراتي، سابت لي البيت وخدت الاولاد، راحت عند بيت اهلها. حاجه والله العظيم حاجه، والله العظيم ما زعلان منها، وحياة ربنا ما زعلان منها، ورحمة ابويا وامي ما زعلان منها. عارف ان هي استحملت كتير، وعارف ان الدنيا بقت ضغط عليها، وعارف ان هي مش عارفه توفق نفسها ولا ترتب امورها بالملاليم اللي انا بديها لها. تعمل ايه 6000 جنيه معاها في الغلا اللي احنا فيه؟ والله العظيم انا مقدر وعارف، وملتمستها العذر، وبقول زي بعضه، واروح لابوها اقول له طيب هي دي الامكانيات وهي دي ظروفي، وهي عارفه كده كويس. يقول لي طب سيبها يا ابني لما اعصابها تهدى وترجع. طبعا هي قاعده هي وعيالي عند ابوها، مش هينفع. والله العظيم كنت باخد المرتب اروح اسيبه لابوها، اقول له خد عشان مصاريف مراتي وعيالي، وانت يا ابني اقول له ليه يا ربنا؟ والله زي ما بقول لكم كده. هتقول كنت عايش كيف؟ كنت عايش بفضل ربنا، والله العظيم كنت بديلها المرتب كله عند ابوها، خد، عشان يعني هو راجل برضه على قد حاله. طب انا احمله همي 3 بنات ومراتي، المرتب زي ما كنت بدوه لو هي عندي بقيت ابعته لابوها، لدرجه قال لي والله العظيم يا ابني مرتك بتقول لي يا بايت هو هيعيش كيف؟ قلت له ملهاش دعوه. يعني هي كانت شايله همي، هم. والله العظيم كنت اروح البيت اقول يا سلام على مراتي، يا سلام، في عز ما هي زعلانه وواخده العيال ابعت لها المرتب، قمت تقول لابوها طب هو هيعيش كيف؟ شايله همي. كنت بقول عليها ما في زيها، في عز الزعل شايله همي، في عز الزعل بتفكر ازاي اعيش، وانا بعت المرتب ليها كله. طب هياكل كيف؟ طب هيشرب كيف؟ طب هيروح الشغل كيف؟ كنت بقول أصيلة وغصب عنها زعلانة، وانا يعلم ربنا كنت بغديها كيف. الحمد لله ربنا هو العالم، الواحد ما بيشكيش غير لربنا. انا مش طالع دلوقتي اتكلم معاكم عشان بشكي
لا، انا مشكيش ربنا ابدا. ربنا هو اللي يسمع وهو اللي عارف شكوتي. هو انا طالع عشان اشكي ليكم؟ لا، انا لو بشكي ليكم لكني بشكي ربنا. انا مش مظلوم، ربنا عطاني الخير بكفايه. نظرة العيالي ده في حد ذاته خير كبير. حتة ان ولادي مش عيانين ده خير كتير. حتة ان مراتي في وسط زعلها شايلة همي، ياكل كيف ويشرب كيف وعايش كيف وهو بيدينا المرتب، ده رضا كتير الحمد لله. انا بتكلم على موقف حصل هو اللي مزعلني، هو اللي مضايقني، هو اللي مخليني اطلع اتكلم معاكم. لما مراتي ابعت المرتب لابوها وتقول لابوها طب هو هيعيش كيف يا باي؟ هيروح شغله كيف؟ هياكل ايه ويشرب ايه لما بعت لنا المرتب كله؟ كنت ببقى مبسوط وانا شايف انها شايله همي وعايله هم شغلي هروحه كيف واكلي وشربي. بس هو ربنا كان بيساعد. عايز ارجع مراتي، عايز ارجعها البيت من غير العيال جبر. ده انا بقعد كده لنفسي اتفكر البت وهي قاعده قدامي، البت وهي نايمه في حجري، البت وهي نايمه على كتف امها بالدنيا كلها. والله ببقى قاعد كده اقعد اتفكرهم حواليا وهم بيلعبوا، نقطه ضعفي. وبقول مادام مراتي شايله همي يبقى مصيرها تروق وترجع. شهر في التاني في التالت، طب وبعدين؟ انا مش عارف اعيش، لا عارف اكل ولا عارف اشرب. هو انا باكل يعني تهيألكم ان انا باكل محمر ومشمر وعايز مراتي تيجي عشان تطبخ لي وتسبك لي؟ ابدا. احنا بناكل ايه؟ شويه فول بطماطم، ربنا يكرمنا ونجيب بالطين في ولا السمن، شويه بطاطس، يعني حته الطبيخ دي. انا بجد باكل سندوتش والله العظيم. يعني وجود الست في البيت هو النور كله. الراجل من غير ست ما يسويش حاجه، والله ما يسوي حاجه. مش عارف اعيش. وسطت ناس كتير كل ما يروحوا تقول لهم لا انا تعبانه ومستريحه في بيت ابوي. طب انا مش مستريح. تقول خليه يروح يتجوز. طب انا هتجوز ما هي عارفه هتجوز ايه، هتجوز ايه. المهم بعد ما جبت ناس كتير ووسطت ناس كتير فوجئت بأغرب حاجة. أغرب حاجة لو قلتها لكم هتضحكوا، لو قلتها لكم هتستغربوا، لو قلتها لكم هتقولوا مش معقول. والله زي ما أقول لكم لقيت حماية أبوها بيقول لي يا عاطف شوية يا عم مراتك هترجع والنبي والله هترجع يا ابني. طب يا عمي خليها ترجع مش عارف أعيش. قال لي يا ابني بس زي بعضه، هي مش عايزة غير حاجة. عينيا عينيا، ما انا عارف انها شايله هم اكل وشرب وبتقول هيعيش كيف لما بيبعت المرتب للعيال كل شهر. هو عايش كيف؟ اقول له زي بعض. هو انا مش عايش والله، انا ما عايش، انا ميت لكن الحمد لله. قلت له ايوه تؤمر. عارفين قال لي ايه؟ تصدقوا قال لي ايه؟ يا ابني هترجع لك بس هي عايزة ذهبها. ذهبها كيف يا عم؟ يا ابني ما انت بايعت لها الذهب. ايوه انا بايعت لها الذهب. طب هي يا ابني هترجع لك بس لا هات لها الذهب. ذهبها يا ابني شبكتها. قلت له يا عمي بنتك سابت البيت عشان المرتب مش مكفي، زعلانة وانا مقدر ده وما لومتش عليها وعارف ان العيشة صعب، وقلت خليها لما تهدى شوية وربنا عنده العفو وربنا بيبارك في القليل واهم حاجة البركة. وقلت هتقعد اسبوع ولا 2، قعدت شهر و2. قوم جاية دلوقتي تقول لي عايزة الذهب. طب انا اجيب لها الذهب منين؟
قوم يقول لي يا ابني والله صراحة ده حقها يا حبيبي، حقها في ظل الظروف اللي أنا مش لاقي. ده هي سابت البيت عشان المرتب مش مكفيها هي وعيالها، قوم بتطلب مني عشان أرجعها أجيب لها الدهب. عرفت لما قعدت أفكر كده، عرفت بس يبقى هي ناوية على الخراب، على الطلاق، ناوية على الطلاق. بس لو اتطلقت دلوقتي هقول كانت طالعة بدهابة، أنا هجيب لها منين؟ يسامحني ربنا. فهي عايزة تضغط عليا أروح أستلف ولا أخد قرض وأجيب لها الدهب بتاعها. طب وأنهي قرض اللي يجيب الدهب بتاعها؟ عشان لما تتطلق يبقى دهبها فيتها، تطالبني بقى تيجي تاخد الشقة وتاخد الفرش. قلت له مش معايا اجيب. العيال طبعا كان كل ما يشوفوني يعيطوا، عايزين العيال بيحبوني، العيال بالحنية، وانا كنت احن عليهم من امه. العيال بيقطعوا قلبي والله. طب انا في ايدي اعمل ايه؟ قلت طيب خليني اكلمها. كانتش بتطلع تقابلني، كنت اروح العب مع العيال واخد العيال افسحهم. والله كنت بفسحهم، امشيهم في الشارع. انا معيش اجيب لي البنت. والله منهم بنت قالت لي يا بابا عايزه ترمس ده الاصفر ده. والله العظيم ما كان في جيبي 5 جنيه. قلت لها حاضر يا حبيبتي، حاضر مش معيش. كانتش تقدر تقابلني، اخد العيال وكل مره كنت اروح كل ما اقعد العب مع العيال عند ابوها وهي تقفل على نفسها. فقلت لعم اشوفها. قلت لها ايوه. قالت لي حقي ولا مش حقي؟ قلت لها حقك بس انا مش معاي. قالت لي وانا ماليش فيه. قلت طب انا عندي حل، انت عايزه دهبك مش كده؟ قالت لي ايوه. قلت لها ترجع معايا؟ قالت لي ارجع معاك. قلت لها طيب مش ده حقك وعايزه تضمنيه؟ قالت لي ايوه. قلت لها لو جبت لك الضامن؟ قالت لي يعني ايه؟ قلت لها همضي لك على شيكات تسجنيني بيها على طول. في اكتر من كده حاجه؟ وتبقى ضمنتي حقك، وان شاء الله ربنا لما يديني هجيب لك، ولو ما جبتلكيش انت في اي وقت تسجنيني. طلعت كلمت ابوها ورجعت. ابوها قال لي يا ابني والله احنا ما نعملش كده يا ابني، بس مراتك بقى هعمل ايه؟ مراتك يا ابني والله العظيم بتعمله بنتي ده غلط، والله اللي بتعمله غلط، لكن ما اعرفش مين اللي قال لها في دماغها ده بقى عليك الدهب يا عبيطه ده. فقلت له ما يجراش حاجه. وفعلا رحت جبت شيكات، والله ما تطلع على شيكات. ورجعت عند البيت وعايشين على الجد وبالعافيه، لكن عايشين. لكن انا انسى ان مراتي شايله عند ابوها الشيكات. انا عمري ما شتمتها ولا عمري ضربتها عشان اقول مثلا لو دراعي علشان ما اضربهاش ولا اشتمها، يوم ما اضربها ولا اشتمها تسجنني، ابدا والله. ده انا بتمنى لها الرضا. انا قادر انسى، اديني عايش معاها، قادر انسى ان في شيكات انا ماضيها على بياض لابوها وهي سايباها مع ابوها، عايشه بما يرضي الله وكافيه خيرها شرها، وبتدبر من هنا وتدبر من هنا، بس انا مش قادر انسى. كده انا فهمت ان كل الزعل ده مش حكايه مرتب مش بيكفي، ما احنا عايشين اهو بنفس المرتب ده، هي علشان توصل للذهب او تمضيني على الورق واديني عايش معاها بما يرضي الله، لكن مش قادر انسى والله ما قادر انسى. لوت دراعي، عرفت نقطه ضعف عيالي ولوت وكانت تكسر دراعي. بس ده يصح بين الزوج والزوجه ان الزوجة تمضي جوزها على شيكات؟ طب يعيش معاها كيف؟ اذا كان لو بيضربها ولا بيعايرها ولا بيتنمر عليها واقول هي مسكت عليه وارجع عشان يوم ما يضربها تسجن، لكن انا لا بضرب ولا انا بتمنى لها الرضا. طب ليه عملت كده معايا؟
اهو. تقولها طيب طبع الستات، بس سابت حكاية جوايا مضايقاني، والحمد لله ببص للي أقل مني وببوس إيدي والشوطة أحسن من غيري كتير. على الأقل لسه عايش معاها ما سجنتنيش. ولا انت رأيكم ايه؟ ودي حكاية الوسعات اللي مراته عملت في حتة ان هي مش عارفة تعيش بالمرتب. طب ما هي رجعت وعايشة، هي عملتها زعلاية، وكانت واخدة ولادها وهي عارفة ان ابوهم روحوا فيهم. كل ده عشان ايه؟ تجبروا على الذهب. طب ما انت عارفة ظروف. ولما اقترح شيكات ضمنت حاجة ورجعت له وخلت الشيكات عند ابوه. طب ما انت عارفة ظروف، والمرتب اللي كنت زعلانة وبتقول مش مكفيني، طب لما انت رجعت ما انت عايشة بيه برضه هو. يبقى كان لازم تقول اللفة والدوران ده كله. اكتبوا رأيكم يا جماعة في الكومنتات. ودي كانت حلقتنا النهارده. بكره من نفس المكان وفي نفس الساعة والأوان هيكون معنا حكاية، وبرضه حكاية مستقبل.